السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، والنهاردة هنتكلم عن موضوع غاية في الأهمية، وفي ناس كتيرة بتعاني منه وبيسبب انتكاسة وبيسبب مشكلة في مجتمعنا، ألا وهو مرض البهاء. ومرض البهاء من الأمراض المهمة جدا جدا اللي في ناس بتشتكي منها وبتعاني منها. بيتميز مرض البهاء بوجود بقعة بيضة، لكن البقعة البيضة دي بتسبب مشكلة كبيرة، لأن هي ممكن تيجي كحجم صغير في منطقة معينة وممكن ينتشر في جسمنا، وفي الحالات الشديدة الجسم بيفقد الصبغة في جميع الجسم. فخلي بالكم، لأنه مرض بالرغم إن هو مزمن ومنتشر بقاله فترة طويلة، لكن دلوقتي دي أكتر من طريقة علاج. اللي بيحصل في مرض البهاء إن في حاجة اسمها الخلية الصبغية، ودي مسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين في الجسم لأسباب معينة. إما الخلية دي ما بتكونش موجودة أو مش قادرة تفرز الصبغة، أو في خلل في الإنزيمات اللي موجودة، فبالتالي بتحصل مشكلة إن الصبغة بتاعت جلدنا ما بتتكونش، ودوا بيسبب ظهور بقعة بيضاء. لكن المشكلة الكبيرة لو ظهرت في أماكن مكشوفة زي الوجه أو اليدين أو القدمين، فبالتالي كل اللي يبصلك هتلاقي فيه بقعة، وبالتالي بيسبب مشكلة وأزمة كبيرة جدا. وبسبب الأزمة دي بتبتدي البقعة دي تزيد وتبتدي إن هي تنتشر وتعمل لنا مشكلة كبيرة. لكن مع التقنيات الحديثة احنا بنقدر إن احنا نعالج موضوع البهاء. فدي نظرة أمل بنقدمها لمريض البهاء. ما تقلقش، إن شاء الله تعالى نعالجك، وإن شاء الله الأمور تكون كويسة ومستقرة. فما تخافش وما تقلقش. باستخدام التقنيات الحديثة في أكتر من طريقة علاج، سواء كان كريمات موضعية أو باستخدام الليزر أو حتى زرع الخلايا في الحالات الشديدة. فإن شاء الله تعالى نقدر نعالج المشكلة بتاعت حضرتك. لو في أي حد عنده المشكلة دي يبعت لنا رسالة على الخاص، لكن خلي بالك مش كل بقعة بيضة بتكون بهاء، وده اللي هنعرفه مع بعض إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. تابعونا، وما تنساش اعمل اعجاب بالفيديو، علق بتعليق يكون جميل ومناسب، شارك الفيديو مع اصدقائك. واكتر واحد هيعمل تعليقات ومشاركة واعجاب بالفيديوهات بتاعتنا هتكون ليه جايزة قيمة. وشارك في المسابقة بتاعتنا وتابع فيديو المسابقة علشان تفوز مع الدكتور محمد جمال. شكرا جزيلا أصدقائي الأعزاء، وإلى اللقاء.